السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل سيف بقى للداتا اللي إحنا طلعناها دي. أكيد مش عاملين الداتا دي ونبتدي إن إحنا نطلعها علشان نطبعها في التيرمينال بس، لأ إحنا محتاجين إن هي تبقى في ملف تحت إيدينا. طيب الفايل ده عبارة عن إيه؟ قال لك طريقة الحفظ عندنا بتبقى حاجتين، يا إما CSV اللي هو جوجل شيتس أو إكسل فايل، وتاني حاجة اللي هو الجيسون. الجيسون فايل ده اللي بيتكتب بيه الاي بي اي، يبتدي يظهر قدامك على الواجهه، عباره عن ديكشنريز وكده. وهنتعلم ازاي نسيف CSV اللي هو الاكسل شيت، وازاي نتعلم نسيف جيسون. وهنتعلم النهارده برضو ازاي نحسن شكل الكود بتاعنا شويه. هنستخدم طريقه مختلفه في ان احنا ن- نسحب الداتا بيها. بس احنا اتعلمنا الكونسبت الاساسي اللي هو حته السلكت والفايند والسلكت 1 والكلام ده كله. طيب ازاي بقى ننظم شكل الكود بحيث ان هو ما يبقاش عشوائي بالشكل ده؟ طيب احنا هنمسح ده كله. تمام، امسح لي كل ده. وتعالى بقى ايه، نبدا على نضافه. طيب اول حاجه احنا اتعلمنا اي حاجه بنعمل لها ايه، بنعمل لها امبورت. فاحنا هنعمل امبورت لمكتبه موجوده اسمها CSV، امبلمنتد اصلا في لغه بايثون، وبرده جيسون، الاثنين موجودين معانا. كلام جميل جميل. هنتعلم اول حاجه ازاي نسيف الداتا دي كسي اس في. هنقول له ويز اوبن، افتح لي فايل CSV. هنسميه ايه؟ هنسميه كوتس دوت CSV. افتح لي الفايل ده. طيب انت يا هتعمل ايه جوه الفايل ده؟ هكتب له دبليو دي معناها ايه؟ ان انا هدخل اكتب جوه الفايل ده. انا هدخل اكتب وهحط داتا جوه الفايل ده، فانا حطيت الميثود بتاعتي هنا ايه؟ دبليو. طيب عندنا حاجه اسمها نيو لاين. نيو لاين دي معناها ايه؟ معناها ان انت لو عندك سطر فاضي جوه الفايل اللي انت لقيته ده، امسح لي السطر الفاضي ده، نظمه لي بحيث ان انت ما تبوظش الشكل. واخر حاجه اعمل حاجه اسمها انكودنج UTF/8. ودي معناها ان انت لو لقيت عندك مثلا الموقع ده فيه كلام بالعربي، فساعات الكلام اللي بالعربي ده الكود ما بيعرفش يتعرف عليه، فيبتدي ان هو يبوظ لك شكل السي اس في فايل بتاعك خالص والاكسل شيت، والدنيا تبوظ منك. فانت بتعمل ايه؟ بتعمل له دي ان انت عامل له انكودنج UTF-8. هيظبط لك بقى، هيظبط لك الشكل ده وهيحسن الكلام ويتعرف عليه بشكل كويس. تمام، ده كله خزنه لي في حاجه اسمها فاريبل اسمه اف، بسيط خالص عشان اعرف استدعيه بعد كده بدل ما اكتب كل ده تاني. كلام جميل، كلام زي العسل. طيب انا هعمل ايه جوه الفايل ده؟ انا كده فتحت الفايل اهو، هعمل ايه؟ هكتب جواه. يبقى انا اعمل ايه؟ فاريبل عندي اسمه رايتر. رايتر ده هيعمل ايه؟ رايتر ده هيستخدم دي بقى ان انا استدعي السي اس في اللي انا عملت لها امبورت. هيعمل حاجه اسمها ميثود اسمها رايتر. تمام، ابتدي ان انا احط جواها اللي انا سميته عندي هنا اف اهو، هبتدي ان انا احطها هنا. طب انا بعمل كده ليه؟ بعمل كده علشان هبتدي ان انا اكتب بقى جوه الفايل. اكتب جواه ايه؟ مش انا قلت لك ان انا هبتدي ان انا اشد الداتا واحطها جوه الاكسل شيت؟ مش الاكسل شيت ده بيبقى فيه صفوف واعمده؟ طيب مش الصفوف دي كل صف مثلا بيبقى فيه هيدر للصف ده؟ يعني مثلا انا عايز اعمل سكرابنج لكل الكوتس اللي موجوده هنا اللي هي دي، فالهيدر بتاع العمود اللي موجود فيه الكوتس دي كلها هيبقى اسمه مثلا كوتس تكست. عايز اعمل سكرابنج للمؤلفين، فالهيدر بتاع العمود بتاع المؤلفين ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه authors، وهكذا. فانا هبتدي هنا بقى ان انا اكتب الهيدرز اللي موجوده عندي. هكتبها ازاي؟ هقول له رايتر اللي انا الفاريبل اللي انا عملته دوت. دوت ايه؟ عندنا ميثود اسمها رايت رو. ابتدي اكتب عندك الايه؟ الصفوف. ماشي، بنفتح سكوير براكتس بالشكل ده، بنفتح سكوير براكتس بالشكل ده ونبتدي نكتب بقى الصفوف بتاعتنا. طيب زي ما قلت لك اول صف هنكتب فيه مثلا كوتس تكست، تكست بتاعت الكوتس بتاعت. طيب تاني واحد هنكتب فيه مثلا الاوثرز. طيب وتالت صف احنا ممكن مثلا نيجي هنا نشوف ايه ممكن يتعمل له سكرابنج تاني. ممكن مثلا ناخد اللينك بتاع الكاتب، ان هو لو عايز الاباوت بتاعه ولا حاجه. لو هنا دخلت على الاباوت هيبتدي يعرفك الكاتب والسيره الذاتيه بتاعته وكده ونبذه عنه. فاحنا ممكن دي حاجه كويسه، ممكن ان احنا اعلمك ازاي تعمل يبقى اوثر تاج لينك مثلا، لينك الكاتب. تمام، لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي الدنيا تمام. يبقى انا كده فتحت الفايل بتاعي اللي هو السي اس في، عملت الرايتر بتاعي وابتديت ان انا اكتب باستخدام الرايتر ده الهيدرز بتاعتي. طيب
هنبتدي بقى نعمل سكرابنج للداتا بطريقه اسمها الكونتينرز، بمعنى ان احنا هنسلكت الكونتينر اللي فيه الداتا كلها. طيب احنا هنا الداتا اللي عايزينها ايه؟ عايزين الداتا، عايزين ده، وعايزين اسم الكاتب، وعايزين الاباوت بتاعه. طيب دول كلهم موجودين جوه بلوكس اهي زي ما انت شايف، كل واحد جوه ديف، مش ده ديف وده ديف وده ديف. طيب انا عايز اشوف الديف الرئيسي اللي مجمع الداتا دي. بعمل ايه؟ بروح جاي داخل هنا على الانسبكشن واجي اهو اهو، بص ابتدى ان هو يسلكت لوحده اهو، ده الديف كله. بص هنا، هنا بيقول ايه؟ بيقول ان الداتا اللي موجوده عندي محطوطه في ديف. الديف ده الكلاس بتاعه اسمه كود. طيب الديف ده جواه ايه؟ الديف ده جواه السبان بتاع التكست بتاع الكود نفسه، وموجود جواه تاني السبان التاني اللي هو موجود فيه اسم المؤلف، وموجود فيه كمان الرابط بتاع المؤلف. يبقى انا كده جبت الديف الرئيسي ده، جميل خالص. يبقى انا هحدد الديف الرئيسي. علمتك ازاي بتحدد الديف الرئيسي. اجي هنا في السيرش، الديف ده الكلاس بتاعه اسمه كود، فانا هقول له ديف يعني ايه كلاس دوت، برافو عليك، اسمه ايه؟ كود. اعمل انتر. ابتديت ان انا احدد الايه، الديف الرئيسي بتاعي. بعد ما حددت الديف الرئيسي هاخد السلكتور ده هنا وادخل هنا بقى. هكتب ايه؟ هكتب الديف الرئيسي مثلا هسميه بوت مثلا، اي اسم عشان ابقى عارف. بوكسز مثلا، البوكس اللي فيه الكود بتاعي ماله. هستخدم بقى سوب، هقول له سوب دوت سيلكت، واحط الايه، السي اس اس سيلكتور بتاعي. كلام جميل، كلام جميل. طيب مش احنا قلنا ان السلكت دي وبتوازي ايه؟ الله ينور عليك، سلكت دي بتوازي فايند اول. طيب والاثنين بيعملوا ايه؟ الاثنين بيرجعوا ليست، بالظبط الاثنين بيرجعوا ايه؟ بيرجعوا ليست. علشان اجيب كل عنصر جوه الليست دي بعمل ايه؟ ما شاء الله عليك، بعمل فور لوب. يبقى انا هقول له فور بوكس ان كوت بوكسز. ماشي، هقول له فور بوكس ان كود بوكسز. هبتدي انا عايز ايه؟ طيب مش انا قلت انا عايز اطلع ثلاث عناصر، وهي الكود تكست والاوثرز والاوثر لينك. تمام. طيب انا هعمل ايه هنا؟ انا هبتدي اخدهم واحده واحده وابتدي اعمل لهم سيلكشن. طيب اول حاجه اهو كودز تكست يساوي variable، بيساوي ايه؟ بيساوي بوكس دوت. طيب هنا بقى انا هستخدم select one ولا select بعد ما عملت فور لوب؟ برافو عليك، انا هستخدم select one. طب ليه؟ ويعني ايه بوكس اللي انت كتبتها دي؟ طيب هو انا مش رحت هنا عملت فور لوب على القيمه دي؟ كلام مظبوط، عملت فور لوب اهو على القيمه دي. طب انت هنا ليه ما كتبتش سوب وكتبت بوكس؟ ما انا كده كده خزنت اصلا. ما انا المتغير ده خزنته هنا وعملت فور لوب عليه، فانا اما اجي استخدم جوه الفور لوب هستخدم اللي انا خزنته اللي هو بوكس. فانا هنا بعمل بوكس دوت. هستخدم سيلكت ولا سيلكت 1؟ سيلكت 1 طبعا، لان انا هنا بحدد عنصر بعنصر. انا اصلا استخدمت السيلكت اللي هي بتجيب العناصر كلها في الاول، استخدمت الكونتينر بتاعي. هنا بقى هبتدي ان انا احدد عنصر بعنصر جوه الكونتينر ده، فانا هستخدم ايه؟ سيلكت 1. سيلكت اندرسكور 1، وافتح ايه؟ اقواس، وابتدي ان انا احط جواها اول حاجه. طيب التكست بتاع الكود انا هروح احدده زي ما اتعلمت بالسي اس اس سيلكتور. وريني كده. وريني ده هو موجود فين. ده هو موجود في سبان الكلاس بتاعها اسمه تكست. بسيطه خالص، انا هعمل سبان دوت تكست. وريني كده. جاب خلاص. يبقى تعال. تمام. تمام. ايه تاني محتاج ان انا اعمله؟ محتاج ان انا اطلعه الاوثر ذات نفسه. يبقى الاوثر بيساوي ايه؟ بيساوي بوكس دوت سيلكت 1. ماله؟ اروح اعمل له سيلكشن، اعمل له سيلكشن بالمنظر ده.
اهو. موجود فين؟ موجود في سمول، والكلاس بتاعها اسمه اوثر، فانا اكتب هنا سمول اللي هي التاجه، تاج سمول، والكلاس بتاعه يعني دوت اوثر اهو. ابتديت ان انا احدده، جابه لي. الدنيا تمام. تمام. اروح احطه هنا. طيب تالت حاجه ابتدي ان انا اتعامل معاها هي ايه؟ هي الاوثر لينك. اوثر اندرسكور لينك بوكس دوت سيلكت 1 برضه. طيب اروح احدده بقى. هنا بقى في شويه كلام ان انا عايز اوضحه لك بشكل احسن. بشكل ايه؟ بشكل احسن. طيب هو انت ازاي بتعمل سيلكشن لاتريبيوت؟ قول لي يعني ايه الكلام ده؟ هو احنا مش هنا عندنا اللينك بتاع الاوثر ده متخزن جوه اتريبيوت اصلا؟ ما هو ده اسمه اتريبيوت وده اسمه اتريبيوت، يعني كلاس ده اسم اتريبيوت واتش ريف ده اسم اتريبيوت. طيب انا ازاي بقى اجيب اللينك ده؟ ازاي اجيب القيمه اللي جوه الاتريبيوت ده؟ خليك معايا. طيب ازاي بقى بعمل سيلكشن اول حاجه للتاجه دي؟ التاج دي اصلا ملهاش اتريبيوت معين. ليه؟ لان انا لو جيت قلت له هات لي التاج اللي اسمها ايه اللي الاتريبيوت بتاعها اسمه اتش ريف، طب ما هو الاتش ريف ده اصلا موجود فيه كذا، بيتغير. يعني انا هنا بيتغير من هنا للي بعده للي بعده وهكذا، فانا مش هعرف ان انا اعمل له سيلكشن بالمنظر ده. طيب ايه الطريقه اللي هعمل له سيلكشن بيها؟ عندي طريقه في السي اس اس سيلكتور. اقول له روح على التاج اللي اسمها سمول اللي الكلاس بتاعها اسمه اوثر، هات لي التاج اللي بعدها اللي اسمها ايه. بمعنى هو انا مش عندي هنا التاج بتاعت ايه دي دايما جايه بعد التاج اللي اسمها سمول اللي الكلاس بتاعها اوثر؟ فانا هقول له هعلم دي، هقول له بقى شايف انت الايه اللي بعدها دي؟ روح هات. خليها كده نكتبها وهتوضح لك الموضوع بشكل اكبر. هنكتب هنا سمول اهو. طيب سمول دي الكلاس بتاعها ايه؟ كلاس يعني دوت، ايه اسمه؟ اوثر. طيب علشان اقول له روح هات التاجه اللي بعدها اللي اسمها ايه، هكتب علامه زائد واحط ايه، اعمل انتر كده. بص ابتدى ان هو ايه؟ يسلكت اهي. ابتدى ان هو ايه؟ يعمل لها سلكشن. كلام بسيط. كلام بسيط. هعيد تاني. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا قلت له شايف التاجه اللي اسمها سمول اللي الكلاس بتاعها اسمه اوثر، روح هات التاج اللي بعدها اللي اسمها ايه. ده اللي انا قلت له. طب انا عملت كده ليه؟ علشان انا اصلا مش عارف احدد ايه دي، انا مش عارف احددها لان هي ملهاش اي حاجه مميزه. ماشي. طيب هروح جاي واخد طبعا السلكتور بتاعي ده هنا، وادخل على الكود بتاعي اوثر لينك، هروح جاي واخد ايه؟ السلكتور بتاعي. طيب انت هتيجي تقول لي انت كده اما جيت طلعت السلكتور اللي انت طلعته ده، انت كده هتطلع ده بس، كده هتطلع ده، وكده انت ما جبتش اللينك كامل. لان انت لو دوست هنا على اباوت مثلا هتلاقيه عامل لك ايه؟ هتلاقيه عامل لك جايب لك اللينك ده كده، وجنبها اصلا وراها اللينك بتاع الموقع نفسه. هقول لك بسيطه خالص. هو انت مش اتعلمت في بايثون ان انت ممكن تعمل انتجريشن، تعمل دمج؟ تقول لي هعمل دمج ازاي؟ هقول لك بكل بساطه. انت هتيجي هنا هتعمل كوبي لللينك اللي عندك، تمام، وهتقول هنا موجود فول، تعمل فاريبل جديد اسمه فول لينك بيساوي، تكتب اللينك بتاعك زائد الاوثر لينك. تقول لي لا 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 لا، انا ما فهمتش الحته اللي انت بتقولها دي خالص، ما فهمتهاش وعدها لي تاني. اقول لك تعال بالراحه. هو انا هنا لما جيت عملت سيلكشن اهو للاتش ريف ده، طيب الاتش ريف ده هيطلع ايه؟ ايه الداتا اللي هيطلعها؟ هو هيطلع لي الداتا دي، تمام. طيب هو دلوقتي هيجي يطلع الداتا دي. انا الداتا دي اما اجي ان انا عايزها، احطها عندي هنا اهي، احطها عندي هنا. هنا اعمل لك هنا كومنت. اللي انا عملته ده هيطلع لي دي. طيب انا عايز اطلع اللينك كله، انا هكتب اللينك اهو وهزود عليه دي، بمعنى ان النتيجه اللي هتطلع لي هنا هتبقى كده، هتبقى بالمنظر ده. النتيجه اللي هتطلع هنا هتبقى بالشكل ده، هتبقى بالشكل ده.
جميل، اللي هو اللينك كله، بحيث ان انا لما اجي اعمل كده، ابتدي مثلا ان انا اعمل تابه جديده اهو، حطيته فيها، اللي حصل ابتدى ان هو يفتح لي الايه، صفحه بشكل بسيط خالص. طيب هتيجي تقول لي انا كل اللي عملته هنا ان انا رحت حددت التاج، يعني انا اللي هنا عملته اما جيت رجعت تاني اهو، انا هنا حددت التاج بس، كل اللي أنا عملته حددت التاج، لسه ما جبتش القيمه اللي جوه الاتش ريف دي، انت لسه ما طلعتش اصلا الداتا اللي موجوده جواها. طيب انت بتطلع الداتا دي ازاي؟ اقول لك بكل بساطه وبكل آه موضوعيه موجوده عندنا، احنا بنعمل حاجه سهله خالص. مش احنا هنا حددنا التاج، انا اي اتريبيوت عايز الداتا بتاعته بروح رايح جنب الفاريبل بتاعه اللي هو اوثر لينك ده، واعمل سكوير براكتس واكتب فيها اسم الاتريبيوت href. لا تاني، انا مش فاهم، انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده، انت بتهجص عليا. خلينا نعمل لها برنت وهيبان لك الموضوع بشكل ايه، بشكل اكبر. انا هنا لو جيت عملت اهو برنت لايه، للاوثر لينك ده، تمام، هيبتدي ان هو يقول لي ايه، بص، ابتدى ان هو يطبع التاج نفسها، يبتدي ان هو يطبع التاج نفسها، التاج الاولى، التاج الثانيه، التاج زي ما متعودين دايما في اللي احنا بنعمله. طيب انا عايز بقى اجيب قيمه الاتريبيوت ده، يعني انا عايز اطبع اللي بعد اللي يساوي، اللي هو اوثر البرت اينشتاين او اوثر جي كي رولينج. اعمل ايه؟ انا بروح جاي هنا جنب اللي انا كاتبه، وافتح سكوير براكتس على 200 تنصيص، اكتب href، شغل الكود عندي، بص ابتدى ان هو يجيب لي الايه، ابتدى ان هو يجيب لي اللي موجود جوه الhref نفسه، موجود جوه الايه، الhref نفسه، موجود جوه الhref نفسه. يبقى انا كده القيمه اللي انا طلعتها دي ايه، القيمه بتاعه الاتريبيوت. كلام جميل، كلام جميل. طيب خلاص، فك بقى برنت دي، امسحها، وتعود دايما ان انت بعد ما تعمل كل خطوه ان انت تعمل لها برنت. طب يعني ايه؟ علشان تتاكد اللي انت طلعته ده صح ولا غلط. طب مثلا خلينا نعمل برنت للكوت دوت تكست دي اندرسكور تكست، خلينا نشوف، خلينا نشوف هتطلع لي ايه. شوف كويس ان انا عملت الخطوه دي، هي طلعت لي التاج كلها اللي هي الاسبان كلها، وانا مش عايز كده، انا عايز اما اخزن الداتا دي في سي اس في فايل، ايه اللي يحصل؟ ان انا اطلع التكست بتاع الداتا. فانا هنا هروح جاي بعد عند كل واحده واعمل دوت تكست، نفس الكلام على اللي بعدها، دوت تكست، علشان يجيب التكست بس اللي جواها. فانا كده اما اجي اعمل برنت تاني هلاقي ايه اللي ظهر لي؟ هلاقي ان التكست بس هو اللي ايه، هو اللي ظهر معايا. فدي حاجه كويس ان انا ابتديت ان انا اصحح من ايه، من الاخطاء بتاعتي. ماشي، كده احنا اتعلمنا لغايه دلوقتي ازاي نطلع ايه الثلاث متغيرات اللي احنا كنا عايزينهم. طيب بعد الثلاث متغيرات دول احنا المفروض نعمل ايه؟ خلينا بس ننظم الكود بشكل اكبر، مش فارقه كتير. ماشي، طيب دلوقتي احنا طلعنا الداتا اللي احنا عايزينها، دخلنا عملنا سيلكشن للداتا. طيب خلينا بقى نقفل الكلام ده كله، نقفل ملف السي اس في بتاعنا. هنقول له الرايتر اللي موجود عندك، اللي انا المفروض اعمله الرايت رو، الميثود بتاعتها، انت هتعمل ايه؟ هبتدي بقى ان انا احط كل فاريبل انا طلعته في العمود بتاع، مش انا عملت هنا ثلاث عواميد، كوتس اندرسكور تكست واوثرز واوثرز لينك، هبتدي بقى ان انا احط الداتا دي جواهم. بشكل ازاي؟ ان انا هقول له ان انت عندك هنا في اول عمود هتحط لي كوتس اندرسكور تكست، وفي تاني عمود هتحط لي الاوثر، وفي تالت عمود هتحط لي المتغير التالت اللي هو الاوثر لينك. كلام سهل. شوف هنا الغلطه، احنا اصلا المفروض ما نحطش ده، احنا المفروض نحط الفول لينك، ان اللينك يبقى كامل. ماشي، يبقى انا الاولاني التاني التالت. طيب كده انا خلصت. كده انا خلصت. انا كل اللي عايزه بس ان انا اعمل تشيك بسيط ببرنت هنا، بعد ما الكود يبقى تمام هقول له آه
خليه يطبع quotes دوت CSV successfully saved successfully. ورينا كده يا معلم. كده خلصنا موضوع السي اس في. تمام. صح. اه. قال لي ايه؟ quotes دوت CSV saved successfully. طب هو ليه طبعها 10 مرات؟ عشان ببساطه حطيتها جوه الفور لوب. انا لو طلعتها بره الفور لوب وجيت عملت برنت تاني ليها، هو هيطبعها مره واحده. طيب هو ده معناه ان انا في ملف اتسيف عندي. خلينا كده نشوف. في ملف اتسيف. بص، ده اول سطر فيه كودز دوت تكست، تاني سطر البوسرز، تالت واحد اللينك، وكل واحد تحت الخانه بتاعته. طيب ده كلام جميل، وده كلام كويس جدا. كده احنا عرفنا اول حاجه، وهي ازاي نخزنه سي اس في. احنا عايزين دلوقتي نعمل سيف بقى جيسون. ماشي. طيب هنسيف جيسون ازاي؟ فخلينا اول حاجه يعني احنا نعمل كومنت للكود اللي قدامنا ده عشان ما يأثر، ولا اقول لك خليه شغال، ولا اي حاجه. خليه شغال ونبقى نعمل له كومنت قبل ما نعمل ران يعني. ولا تزعل نفسك، ادي كومنت اهو للكود. تمام. نبتدي بقى ان احنا نشتغل. طيب قال لك اول حاجه في حته الجيسون دي، انا زي ما قلت لك هو عباره عن ديكشنري، صح؟ فالديكشنري ده محتاج ليست ان هو يبقى موجود جواها. فانا اول حاجه هعمل ليست فاضيه اسميها اول داتا. تمام. ودي عباره عن ايه؟ اول داتا دي عباره عن ليست فاضيه. تمام. بعد ما اعمل اول داتا هبتدي بقى ان انا ايه؟ اعمل الكونتينر بتاعي واعمل الفور لوب بتاعتي. هتقول لي اصلا ما انت عامل الكلام ده قبل كده. هقول لك كلام مظبوط. فانا هجيب اصلا اللي انا اشتغلت عليه قبل كده، كوبي اهو، بيست هنا، الدنيا تمام. واعمل يا باشا. خلاص اهو، ده مش محتاجه في حاجه. اعمل الكود بوكس بتاعتك، الفور لوب بتاعتك، ارجع. تمام. يبقى اول حاجه انا عملت ليست فاضيه وابتديت ان اعمل كونتينر بتاعي وعملت الفور لوب على الكونتينر بتاعي. طيب هو مش انت بتقول ان الداتا اللي هتطلع دي هتبقى على هيئه ان هو جيسون، هيبقى ديكشنري؟ تمام. فانت هتعمل ايه؟ هعمل الديكشنري هسميه كوت داتا. عباره عن ايه؟ عباره عن ديكشنري. الديكشنري ده جواه ايه؟ طيب الديكشنري ده جواه انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بعمل نفس الطريقه اللي انا عملتها في حته السي اس في. مش انا دخلت على السي اس في بالرايتر بتاعي هنا اهو وخزنت كل داتا في المكان بتاعها؟ انا هنا بالظبط بعمل نفس الكلام. هنا هعمل ديكشنري هسمي اول خانه فيه اسمها ايه؟ اسمها كود اندرسكور تكست. القيمه بتاعتها ايه؟ القيمه بتاعتها كود تكست اللي انا لسه مطلعها. طيب تعمل طبعا فاصله. تاني قيمه اسمها ايه؟ اسمها اوثر. طيب القيمه بتاعتها ايه؟ القيمه بتاعتها ايه؟ ايه المتغير بتاعها؟ اسمه اوثر. سميه عندي هنا فاصله. خش على اللي بعده. ثالث قيمه انا عايزها ايه؟ الاوثر لينك. اوثر اندرسكور لينك. طيب المتغير بتاعها فين؟ فول لينك. هو اللي مش باين عندي هنا مع الناس تحط النقطتين اللي فوق بعض. خد بالك وانت بتكتب الديكشنري علشان هنا كل حاجه بتبقى ايه؟ متظبطه اهو. فول لينك. كده انا عملت ايه؟ كده انا كتبت الديكشنري وعرفت ايه هيتحط فين وكل حاجه هتبقى فين. طيب خلصت انا الكلام ده، خلصت الفور لوب بتاعي. تعالى بقى افتح لي، اعمل ويز اوبن. افتح لي ايه يا عم الناس؟ افتح لي ملف جيسون اسمه كودز دوت جيسون. طيب جوه الملف الجيسون ده انت هتعمل ايه؟ انا هكتب. فانا علمتك تكتب وتضيف ملفات دبليو. طيب هتعمل حاجه تانية ما تنساش الانكودنج. الانكودنج يو تي اف 8. طيب هتسيبه كده فاضي؟ لا، هسميه اف علشان ابتدي استدعيه بشكل احسن بعد كده. طيب كلام محترم. طيب ايه الميثود بقى اللي انا هبتدي ان انا اضيف الداتا دي جواها بالجيسون؟ انا كده ما استخدمتش لسه. انا عملت امبورت للجيسون اهو، انا ما استخدمتوش. استخدمه فين؟ هستخدمه هنا. هقول له جيسون، عندي ميثود اسمها ايه؟ اسمها دمب. هتجمع لي الداتا دي كلها. تمام. احط جواها ايه؟ اه هحط جواها الداتا اللي انا طلعتها. طب هو انت اصلا الداتا اللي انت طلعتها فين؟
فما ما عملتلهاش ابند، ما عملتلهاش اي حاجه، مش انت يا دوب حطيت لي الداتا موجوده هنا في الديكشنري ده، والديكشنري ده انت قلت لي ان انت هتضيفه للليست اللي عندي، اللي هي الليست الفاضيه اللي انت عملتها فوق، بس انت ما ضفتوش. اقول لك معاك حق، انا المفروض هنا كنت اعمل ايه؟ انا المفروض هنا كنت بعد ما طلعت الداتا عندي هبتدي ان انا اقول له ايه؟ هبتدي ان انا اقول له انت شايف الليست اللي عندك دي اللي هي اسمها اول داتا، هتروح عليه هتعمل ايه؟ هتعمل ابند. طيب ايه اللي هيتضاف؟ الديكشنري اللي انا لسه عامله اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه كوت اندرسكور داتا. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا ضفت الداتا اللي انا طلعتها، الفور لوب اللي انا عملته والقصه دي كلها والفاريبلز اللي انا كتبتها هنا، انا زودتها عندي في الليست الفاضيه اللي انا قلت لك عليها من الاول خالص. جميل جميل. اسمها دمب، مش كاتب طيب اسمها ايه؟ دمب. طيب هتعمل ايه الميثود دي؟ انت كل اللي هتعمله ان انت هتزود الداتا، بس هتقول له انا عايزك تجيب لي الداتا اللي موجوده هنا، والمتغير اللي انت ما تنساش ان انت تحطه اللي هو اسمه اف. بس خلصت خلصت. خلينا نعمل برنت بعدها اهو، برنت. تمام. نسميه مثلا جيسون سي. خلينا نشتغل. تمام. اه تمام، متظبطه عندي كل حاجه تمام، بس آه هي مالها مش الفورمات بتاعها مش متظبط ليه؟ اقول لك انا بقى عندنا حاجه ممكن نزودها هنا في الضم، اسمها اندنت. لما نعمل اندنت ونخليها بتساوي 4، خلينا كده نشغل الكود بتاعنا. بص بص الشكل بقى احلى بكتير، بقى زي الاي بي اي اللي بتشوفه، شكله احلى. بقى كل كود مترتبه تحت اللي تحتيها، بقى حلوه تحت اللي تحتيها دي. ان انت عارف تقرا بشكل كويس. طيب انت هتيجي تقول لي فيه شويه كلام كده، ده مش موجود في الكود وما ظهرش في ملف السي اس في، هو ليه ظاهر هنا؟ هقول لك برضه عندنا حاجه ممكن ان احنا نزودها، اسمها هي اسمها صعب شويه، بس اسمها انشور انشور اساي تقريبا او حاجه زي كده. دي خليها فولس، اعمل فولس، دي هتنظم لك الملف، لك الكود بشكل. وريني كده. الله ينور. ظبطت لي الكودز، اي كلام زياده واي حاجه زياده هي مسحته. وبس. طولت عليكم. معلش، بس النهارده كان الفيديو تقيل شويه لان احنا يعتبر عملنا مشروع فروم سكراتش. كل حاجه جت من الصفر. عملنا سيلكت لحاجات كتير قوي، ابتدينا ان احنا نتعرف ازاي نخزن سي اس في وجيسون فاي. فان شاء الله في الفيديو الجاي هنعمل مشروع على موقع بشكل كامل باستخدام ريكويستس وبيوتيفول سوب، فاستنونا. تمام. بس ده كان كل اللي عندنا النهارده، والسلام عليكم.